حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد الدرس التاني في الوحدة التالتة اللي بيتكلم عن التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم. في الدرس ده يا ولاد هنتعرف على أهمية التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم، وكمان هناخد أشكال ونماذج التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم قديما وحديثا. درس سهل جدا بس محتاج مننا شوية تركيز علشان نقدر نستفاد يا أبطال. يلا بينا نبدأ مع بعض ونسمي الله. بسم الله. عندي هنا في الدرس ده زي ما قلنا هنعرف أشكال التواصل العلمي والثقافي بين مصر ودول العالم عبر العصور. أول حاجة هنتكلم عنها هي التواصل في عهد المصريين القدماء. عندي هنا يا ولاد، عند المصريين القدماء استخدم الملك تحتمس الثالث أبناء أمراء البلاد الآسيوية للدراسة في مصر. ليه يا مستر؟ ليشبوا على حب مصر والولاء لها. يعني ايه يا مستر يشبوا؟ يعني ينشأوا على حب مصر ويكون عندهم ولاء لها. طيب اوكي، يعني ايه ولاء؟ يعني انتماء لها. حتى إذا ما عادوا وحكموا بلادهم ظلت علاقتهم طيبة بمصر. يعني لو رجعوا بلادهم بعد ما يدرسوا في مصر هتبقى علاقتهم طيبة بمصر، لأنهم هيكون ليهم ذكريات إنهم عاشوا ودرسوا في مصر. طيب، يبقى أنا عندي هنا لو جالي السؤال ده: بما تفسر استخدم الملك تحتمس الثالث أبناء أمراء البلاد الآسيوية للدراسة في مصر؟ هقول له ليشيبوا على حب مصر والولاء لها، حتى إذا ما عادوا وحكموا بلادهم ظلت علاقتهم طيبة بمصر. كمان عندي هنا بيقول لي كان في عدد كبير من الطلاب من العالم بيأتوا إلى مصر لطلب العلم. ليه؟ هقول له طبعا لأن مصر زمان يا ولاد كانت بارعة، أو كان المصريين القدماء عندهم براعة في العلوم المختلفة مثل الفلك والطب والهندسة، بالإضافة إلى الفنون والعمارة. تاني، كان الكثير من الطلاب أو من طلاب العالم يأتون إلى مصر من دول العالم لطلب العلم. بما تفسر هقول له لبراعة المصريين القدماء في العلوم المختلفة مثل الفلك والطب والهندسة، بالإضافة إلى الفنون والعمارة. الفنون والعمارة اللي هي المباني. أوكي. طيب، عندي هنا بيقول لي تأثرت العديد من الحضارات بالفنون المصرية القديمة. أقول له طبعا. إزاي يا مستر؟ عندي بلاد العراق القديم أخذت من مصر شكل الهرم المدرج في بناء المعابد. إحنا الهرم المدرج دوت عبارة عن مقبرة زي زوسر عندي هنا، وإحنا عرفنا مراحل تطوير المقابر بدأت من المصطبة، ثم الهرم المدرج المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك الأهرامات الكاملة. طيب، هم أخدوا فكرة الأهرامات أو شكل الهرم ده يا ولاد في بناء المعابد. ده فين؟ في العراق القديم. كمان اليونان والرومان لما جم حكموا مصر تأثروا بالتراث المصري في بناء المعابد، وخاصة بناء الأعمدة بواجهة المعابد. وخلينا واخدين بالنا وعارفين إن اليونان دي حقبة زمنية والرومان دي حقبة زمنية أخرى. ده كان عصر وده عصر آخر، علشان بس ما يبقاش الاتنين مع بعض. اوكي. طيب، يبقى انا عندي هنا تأثرت العديد من الحضارات بالفنون المصرية القديمة. دلل على صحة العبارة الآتية. هقول له طبعا. تأثرت العديد من الحضارات الأخرى بالفنون المصرية. بلاد العراق القديم أخذت عن مصر شكل الهرم المدرج في بناء المعابد، واليونان والرومان أخذوا الطراز المصري في بناء المعابد، وخاصة الأعمدة اللي هي بتبقى موجودة في داخل المعابد، اللي احنا عرفنا إن هي دورها تزيين المعابد. وطبعا بيبقى مكتوب عليها الأربع جهات بتاعتها: فترة تولية الحكم وأهم أعمال الملك لتخليد ذكرى للملك. طيب، عندي هنا مصر هل اتأثرت بالحضارات الأخرى ولا لأ؟ طبعا. إزاي يا مستر؟ عندي هنا مصر أخذت من بلاد العراق القديم حاجتين. إيه هما؟ رسم الحيوانات الأسطورية المجنحة واستخدام الأختام. يبقى احنا مصر أخذت من العراق استخدام الأختام طبعا ورسم الحيوانات الأسطورية المجنحة. طيب، ايه الادوات اللي اخترعها المصريين القدماء يا ولاد؟ اخترعوا الساعة لتحديد الوقت، واخترعوا الحبر الاسود والاطراف الصناعية. يبقى انا عندي ادوات اخترعها المصريين القدماء: الساعة لتحديد الوقت، الحبر الاسود والاطراف الصناعية.
طيب نروح على المعلومة اللي بعدها وهنعرف التواصل في عصر البطالمة. احنا عرفنا عصر المصريين القدماء رقم واحد، وبعدها عصر البطالمة، ثم بعد ذلك العصر الروماني، ثم بعد عصر الرومان احنا قلنا بالفتح العربي الإسلامي، ثم العصر الحالي الحديث. طيب هنعرف التواصل في عصر البطالمة. احنا قلنا ترتيب العصور على فكرة. طيب التواصل في عصر البطالمة كان بناء المكتبة بتاعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية في عصر البطالمة دور كبير جدا في تحقيق التواصل العلمي والثقافي بين مصر ودول العالم، وخاصة اليونان، حيث تخرج من جامعة الإسكندرية عدد كبير من طلاب العلم، وضمت عددا من العلماء زي مين يا مستر؟ عندي إقليدس في الهندسة ومانيتون في التاريخ. خلاص، يبقى أنا عندي هنا التواصل في عصر البطالمة، هقول له طبعا البطالمة أنشأوا مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. أوكي، يبقى تم إنشاء مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية في عصر البطالمة، وكان لهم دور كبير في التواصل العلمي والثقافي. خلاص. طيب ايه كمان؟ تخرج من جامعة اسكندرية عدد كبير من الطلاب العلم، ومن ضمنهم علماء زي إقليدس في الهندسة ومانيتون في التاريخ. ده كان التواصل في عصر البطالمة. طيب التواصل في عصر الرومان، هقول له استخدم الإمبراطور يوليوس قيصر التقويم الشمسي المصري، أيوة، وأعطى الشهور أسماء رومانية، وأضاف السنة الكبيسة، يعني كل 4 سنوات بتكون 366 يوم بدلا من 355 يوم، ويستخدم هذا التقويم حتى الآن. يبقى التواصل في عصر الرومان إيه اللي حصل؟ هقول له استخدم يوليوس قيصر التقويم الشمسي المصري، وأعطى الشهور أسماء رومانية، وإحنا عرفنا إن السنة مقسمة إلى 12 شهر، وعرفنا إن اليوم مقسم إلى 12 ساعة، 12 بالنهار و12 بالليل. طيب يبقى أنا عرفت كده التواصل في العصر المصريين القدماء، وعرفت إن استخدم تحتمس الثالث أبناء الأمراء الآسيوية للتعليم أو للدراسة في مصر علشان يحبوا مصر ويكون عندهم ولاء لمصر، يعني حتى لو رجعوا بلادهم وحكموا بلادهم ظلت ترابطهم على علاقة طيبة بمصر. وعرفنا كمان إن الحضارات اللي اتأثرت بمصر بلاد العراق القديم واليونان والرومان، وعرفنا إن مصر تأثرت بالحضارات الأخرى زي بلاد العراق القديم، وعرفنا أخذوا الأفكار اللي تناسبهم زي رسم الحيوانات الأسطورية المجنحة واستخدام الأختام، وعرفنا الأدوات اللي اخترعها المصريين القدماء زي الساعة لتحديد الوقت والحبر الأسود والأطراف الصناعية. كمان اتكلمنا عن التواصل في عصر البطالمة كان من خلال مكتبة وجامعة الإسكندرية، والتواصل في عصر الرومان من خلال يوليوس قيصر واستخدامه للتقويم الشمسي المصري، وإعطائه له شهور أو إعطاء للشهور أسماء رومانية. طيب التواصل في العصر الحالي، عندي هنا معارض ومهرجانات فنية وثقافية، وعندي مؤتمرات علمية. إيه المؤتمرات العلمية دي؟ يعني المؤتمرات دي يا ولاد بيتيح الفرصة لمناقشات المشاكل وتبادل الأفكار علشان يحلوها مع بعض، وكمان عندي منح دراسية وبعثات علمية. كل ده بيساعد الطلاب على الاطلاع على ما هو جديد في مجال دراستهم والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى. طيب يبقى أنا عندي التواصل في العصر الحالي من خلال معارض، مهرجانات، مؤتمرات، بعثات علمية، ومنح دراسية. طيب إيه جهود الدولة في تشجيع التواصل العلمي والثقافي؟ هقول له طبعا بتقدم البعثات العلمية والمنح الدراسية للطلاب داخل مصر وخارجها، وده بيساعد على تبادل الأفكار العلمية والثقافية. أوكي، إيه كمان؟ تستقبل مصر العديد من الطلاب الوافدين إليها من أفريقيا ودول شرق آسيا، هقول له لدراسة اللغة العربية والفلسفة وعلوم الدين. طب يا مصر أهمية التواصل ده إيه؟ طبعا بيساعد على تطوير العلم وتقدم الدول وتنميتها. أنا لو ما عنديش تواصل مش هعرف أتعرف على ثقافة الدول الأخرى، ولا هعرف أضيف لبلدي أو لنفسي ثقافة أو تقدم في أي مجال من المجالات. أوكي، طيب يبقى أنا أهمية التواصل يساعد على تطوير العلم وتقديم الدول أو تقدم الدول وتنميتها، ويحتفل العالم باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية في يوم 10 نوفمبر من كل عام.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. هناخد مع بعض نقطتين من كل سؤال زي ما احنا متعودين، وبعدين أسيب الباقي تحلوه بنفسكم. واللي طلب البنك أسئلة المفتش، رجاء طبعا تكتب لي في الكومنت، وإن شاء الله هتلاقيني برد عليك وابعت لك الرابط علشان تقدر تحمل منه بنك أسئلة المفتش. نبدأ مع بعض بالسؤال الأول. أكمل العبارات الآتية: أخذ المصريون القدامى رسم الحيوانات المجنحة من بلاد نقط. هقول له العراق القديم. كان إقليدس أحد علماء جامعة الإسكندرية في مجال نقط. إقليدس الهندسة، مانيتون في التاريخ. أوكي. طيب عندي هنا صح أو غلط. برع المصريون القدماء في العمارة والفنون. هقول له الإجابة صحيحة. اخترع اليونانيين الساعة والحبر الأسود. أقول له غلط، المصريين القدماء. السؤال الثالث: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. بنى مكتبة أو شيدة مكتبة اسكندرية في عصر نقط. هقول له عصر البطالمة. إمبراطور روماني اعتمد التقويم الشمسي. هقول له يوليوس قيصر. أخده من المصريين. أوكي. وأطلق عليه، احنا قلنا الشهور أسامي رومانية. بما تفسر حرص الملك تحتمس الثالث على دراسة أبناء أمراء البلاد الآسيوية في مصر. أقول له طبعا علشان يكون عندهم انتماء لمصر، ويكون عندهم ولاء لمصر، وإذا عادوا وحكموا بلادهم طبعا نشأت علاقة طيبة بينهم وبين مصر، أو تربطهم علاقة طيبة ما بينهم وبين مصر، يعني ما يبقاش في غزوات ما بينهم أو حروب مرة أخرى. بما تفسر مجيء الكثير من طلاب العلم إلى مصر في عهد المصريين القدماء. هقول له طبعا لأن المصريين القدماء برعوا في العديد من العلوم زي الفلك والهندسة والطب. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. وكمان أتمنى تشاركوني أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. كان معاكم مستر إسلام الهواري.